وأنا بقلب في متصفح الإنترنت كالعادة لفت نظري خبر الإفراج عن ديدي بكفالة، الاسم اللي كان مرتبط بواحدة من أكبر الفضايح واللي عليه اتهامات بالتحرش والاغتصاب وسط غضب واسع بين مئات الآلاف من الأمريكيين. وفي كلام كتير عن وجود ناس حاولت تتستر عن اللي حصل، ولكن النهاردة أنا مش جاي أتكلم عن الخبر نفسه، أنا جاي أحكي لك عن الشخص ده وعن الجانب المظلم اللي كان موجود في حياته. وصدقني مهما كنت تفتكر إنك عارف القصة فأنت لسه ما شفتش غير سطر واحد بس فيها، لأن اللي هحكيهولك دلوقتي مش كل حاجة، ده مجرد جزء صغير جدا من الجرائم والاتهامات اللي اتقالت عنه على مدار سنين. فلو أنت مستعد خليك معايا لحد النهاية، لأن اللي هتسمعه هيخليك تستغرب إن كل ده حصل فعلا. أنا محمد موافي وأنت دلوقتي بتتفرج على كريمنال بالعربي. اسمه الحقيقي شون جون كومبوس، اتولد يوم 4 نوفمبر سنة 1969 بالتحديد في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. والده كان اسمه ميلفن وكان على صلة كبيرة بعالم الجريمة المنظمة، وكان في تقارير كتيرة بتقول إن هو على علاقة بالعصابات الكبيرة في تجارة المخدرات في مدينة نيويورك، ولكنه اتقتل قبل ما ابنه شون يكمل 6 سنين. أما والدته كان اسمها جانيس وكانت بتشتغل عارضة أزياء، وبعد ما زوجها اتقتل اتنقلت هي وابنها يعيشوا في منطقة اسمها ماونتن فيرنون، ودي ضاحية قريبة من مدينة نيويورك. هناك ابتدت تربي ابنها لوحدها، والغريب ان ديدي من وهو صغير ما كانش ابدا بالشخصية اللي الناس عرفتها بعد كده، كان طفل هادي وطفل مؤدب ومجتهد في الدراسة بتاعته، كمان كان بيدرس في مدرسة كاثوليكية خاصة وكان معروف بالنشاط والطموح، لدرجة ان هو اشتغل فترة مساعد في كنيسة تحت اشراف السيس. أيوة تحت إشراف السيس، وده اللي هيخلي اللي حصل بعد كده أغرب بكتير. المهم بعد ما دخل جامعة وورد ما كملش التعليم بتاعه وقرر إن هو يسيب الجامعة ويجري ورا الحلم بتاعه في عالم الموسيقى. ابتدى كمتدرب في شركة إنتاج موسيقى، ولكن وجوده هناك ما طولش كتير. الإدارة كانت بتشوف إن هو شخص مندفع جدا وبيصرف مبالغ ضخمة على الإنتاج والدعاية، وكان بيصمم إن كل حاجة تطلع بالشكل الفاخر حتى لو الميزانية ما تستحملش كده، وده خلى الخلافات بينه وبين المدير التنفيذي أندريا هارل تكبر لحد ما في النهاية اتفصل من الشغل. ولكن طريقة الخروج بتاعته كانت ملفتة جدا، بيتقال انه بعد ما عرف بقرار فصله فقد اعصابه تماما وكسر جزء كبير جدا من اساس المكتب، وكان بيزعق بشكل هستيري. وقتها ناس كتير قالت ان ده بيأكد الكلام اللي كان بيتقال عنه من زمان، إن هو شخص عصبي جدا وصعب يتحكم في انفعالاته. ولكن زي ما بيقولوا إن أوقات النهاية بتكون مجرد بداية. بعد ما انطرد أسس شركة تسجيلات خاصة بيه وسماها باد بوي ريكوردز، واللي هتبقى بعد كده واحدة من أشهر شركات الهيب هوب في أمريكا، ومنها قدم للعالم واحد من أكبر نجوم الراب في وقتها وهو المغني بيج سمولز. بعد النجاح الكبير اللي حققته الألبومات مع بيج سمولز، اسم شركة باد بوي ريكوردز بقى في كل مكان، وتحولت من شركة لسه في البداية لواحدة من أقوى شركات الهيب هوب في أمريكا. وساعتها ابتدت تدخل في منافسة شرسة مع ديس رو ريكوردز، الشركة اللي كان بيديرها واحد اسمه شوك نايت واللي كان مسيطر على ساحة الراب في الوقت ده، وكان النجم الأول فيها هو توباك شاكر. الغريب ان توباك وبيجي كانوا في البداية أصحاب مقربين جدا، ولكن المنافسة ما بين الشركتين ومعاها التغطية الإعلامية واللي كانت بتكبر أي خلاف ما بينهم قلبت العلاقة ما بينهم لعداوة شهيرة جدا كانت بتهز عالم الراب كله. وفي سنة 1994 حصلت نقطة التحول، توباك اتعرض لمحاولة اغتيال داخل استوديو تسجيل صغير قريب من تايمز سكوير في نيويورك، وده لما هاجموا ناس مسلحة وضربوا عليه 4 رصاصات. ورغم إصابته إن ربنا كتب له النجاة ونجا بأعجوبة. بعد الحادثة دي توباك اقتنع إن اللي حصل له ما كانش صدفة، وإن ديدي وبيجي كان لهم يد في تخطيط المؤامرة دي. وبالرغم إن مفيش دليل قاطع وقتها يثبت الاتهام ده، إلا إن توباك فضل متمسك بقناعته دي. بعدها توباك أصدر واحد من أشهر وأعنف أغاني الديث في تاريخ الهيب هوب، وفي الأغنية دي هاجم بيجي بشكل مباشر ووصفه وقتها بالخيانة. أما عن بيجي فأنكر كل الاتهامات دي وأكد أكتر من كذا مرة إن هو عمره ما هيأذي صديقه القديم وإنه ملوش أي علاقة بمحاولة اغتياله. ولكن المأساة ما وقفتش لحد كده. بعدها ب2 سنين وبالتحديد في سنة 1996 توباك كان راكب عربيته
بعد حضوره ماتش ملاكمة في لاس فيغاس. وقتها العربية وقفت عند إشارة مرور، وفجأة ظهر عربية تانية وضربوا عليه النار بأكتر من 13 طلقة. توباك اتصاب بإصابات خطيرة جدا وبعد أيام توفى، وبكده انتهت حياة واحد من أعظم مغنيين الراب في التاريخ. بعد وفاة توباك، بيجي عبر عن حزنه الشديد وقال إن عمره ما كان يتمنى النهاية دي ليه، وإن الخلافات اللي كانت ما بينهم عمرها ما كانت تستاهل إن الموضوع إنه يوصل للقتل. ولكن بعد أقل من سنة اتكرر نفس السيناريو بشكل مخيف، ولكن المرة دي بيجي هو كمان اتقتل وهو راكب العربية بتاعته برضه في لوس أنجلوس، وده بعد ما واحد كان مسلح ضربه بالنار. التشابه الكبير ما بين الجريمتين خلى نظريات المؤامرة تنتشر بشكل واسع، وبدأت أصابع الاتهام تتوجه لأكتر من شخص، ومن بينهم ديدي نفسه. والجدل زاد لما ظهر روايات بتقول إن ديدي قبل ما يتقتل بيجي طلب من الحارس الشخص بتاعه إن يركب عربية تانية، وكمان هدده بالفصل لو رفض. الرواية دي البعض استخدمها على دليل إن في شبهة، ولكن لحد دلوقتي مفيش أي حكم قضائي أثبت إن ديدي هو اللي كان ورا تدبير القضية دي. كمان ظهر شخص جديد اسمه أورلاندو أندرسون، وده كمان مرتبط بعصابة اسمها ثاوس سايد كريبس، وتردد اسمه في قضية قتل توباك. ولكن من المهم التوضيح إن الادعاءات اللي موجودة باعترافه بقتل توباك وبيجي بأوامر مباشرة من ديدي هي مجرد ادعاءات متداولة ومحل جدل، ومفيش أي حكم قضائي نهائي بيثبت إن ديدي أمر بقتل توباك أو بيجي. وبرغم مرور السنين فضل الجريمتين دول من أشهر الجرائم الغامضة في تاريخ الموسيقى، وما زال الجدل حوالين المسؤول الحقيقي عنها مستمر لحد النهارده. وانا بقرا عن القصه دي افتكرت مقال قريته قبل كده عن جيفري إبستين، ولو ما تعرفوش فده واحد قصته من اشهر قضايا الاستغلال الجنسي في العصر الحديث، واتكلمنا عنه في حلقه قبل كده. ولكن لما ابتدى اسم ديدي يظهر في عشرات القضايا والاتهامات، ناس كتير جدا ابتدت تقارن ما بين القضيتين بسبب حجم الادعاءات الكبيرة، مع ان كل قضية فيهم لها ظروفها وتفاصيلها المختلفة. مع مرور السنين ديدي بقى واحد من اغنى رجال صناعة الموسيقى والترفيه، وكان بيمتلك شركات واستثمارات كبيرة جدا، وكان باني شبكة علاقات ضخمة كان من ضمنها فنانين في هوليوود ورجال أعمال، وكمان سياسيين بارزين جدا في المجتمع. وده خلى اسمه دايما ظاهر باستمرار في نظريات ومزاعم على الانترنت بتقول انه كان يعرف اسرار شخصيات عندها نفوذ او عنده حاجات كتيرة بدينهم. ولكن لحد الآن مفيش أي أدلة معلنة تثبت صحة الادعاءات دي، ولكن اللي اتثبت فعلا فهو إن ديدي واجه عدد كبير جدا من الاتهامات والقضايا المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وسوء السلوك، والقضايا دي هي اللي خلت اسمه يتصدر كل عناوين الأخبار في السنين الأخيرة. ومن ضمن القصص اللي اتحكى عنها كمان الخلاف ما بينه وما بين مغني الراب التاني اللي اسمه 50 سنت، وده لما ديدي حاول ان هو يتحرش بيه. 50 سنت صرح وقال في أكتر من مناسبة إن ديدي وجه له تعليق هو اعتبره غير مناسب في حفلة من الحفلات بتاعته، لما قال له إيه رأيك أخدك أشتري لك هدوم؟ الكلام ده ضايقه جدا وكان سبب في توتر العلاقة ما بينهم، والعداوة ما بينهم استمرت لسنين بعد كده. وبناء على كلام الناس أكتر حد كان مرتبط بديدي كان هو جاستن بيبر، وده في الفترة ما بين 2012 لحد سنة 2013. جاستن في الوقت ده كان في قمة الشهرة بتاعته، وكانت الجماهير بتتقاتل عليه في أي مكان يروحه. ولكن تعرفه على ديدي كان قبل نجوميته العالمية قبلها بسنين. وفي سنة 2009 مدير أعمال جاستن اللي هو سكوتر براون بدأ يقابل ديدي أكتر من مرة، لأن وقتها ديدي كان واحد من أكبر الأسماء في صناعة الموسيقى وقتها، وناس كتير شايفة أن التقرب ليه ممكن يفتح لهم أبواب الشهرة، وده بالخصوص لو كان الفنان لسه صاعد. ومن هنا بدأت العلاقة ما بين الاتنين، وظهروا سوا في أكتر من فيديو، أشهرهم فيديو جاستن كان نشره على قناته الرسمية بيتكلم فيه ديدي عن إن هو هيقضي 48 ساعة مع جاستن لوحدهم. وقتها ما كانش في حد مستغرب الفيديو، ولكن في النهاية وبعد كل التكهنات اللي كانت منتشرة على الانترنت مفيش أي دليل معلن أو تصريح من جاستن بيأكد إنه كان ضحية لأي اعتداء من طرف ديدي، وبالتالي أي استنتاج من النوع ده يفضل بس كونه مجرد احتمال الناس بتتداوله ما بينهم، ومفيش أي حقيقة بتثبته. ولكن زي ما بيقولوا لكل حاجة تمن. الفيديو اللي احنا اتكلمنا عنه ده ما بينهم هما الاتنين لحد النهاردة لسه موجود. وبعد القضايا الأخيرة اللي واجهها ديدي ناس كتير جدا رجعت تشوف الفيديو ده من أول وجديد، وبدأوا يفسروه بشكل مختلف عن الوقت اللي اتنشر فيه،
وزاد الجدل أكتر لما البعض ابتدى يفتكر تصريحات قديمة للمغني آشر اللي قال إنه عاش فترة مع ديدي وهو عنده 13 سنة، وإنه شاف هناك حاجات غريبة جدا، ولكنه ما كشفش أي تفاصيل بأي شكل يحدد طبيعة إيه اللي شافه ده. ومع وجود اتهامات بعد كده لديدي، بقت التصريحات دي محل نقاش واسع، وكمان الناس ابتدت تفتكر الموقف اللي عمله مع 50 سنت واللي حكى عنه قبل كده، وده كان بيزود الشكوك عند ناس كتير حوالين سلوك ديدي مع بعض الفنانين. على كل حال، أول قضية توجهت لديدي كانت مرتبطة بمحاولة اعتداء جنسي على واحدة ست جوه بار، لكن القضية دي ما كملتش واتقفلت، وبعد كده ظهر له قضية تانية من طرف حبيبته اللي كانت قبل كده وكان اسمها كاسي فينتورا، واللي اتهمته فيها بالاعتداء عليها بالضرب والإساءة ليها خلال فترة علاقتهم. والقضية دي كان صداها أكبر بعد ما انتشر فيديو من كاميرات المراقبة جوه فندق ظهر فيه ديدي وهو بيخرج من السويت بتاعه وبيجري ورا كاسي وهي كمان بتحاول تخرج من المكان، واعتدى عليها جسديا وضربها كذا ضربة. الفيديو ده عمل حالة من الغضب الشديد جدا وقت انتشاره، خصوصا ان هو كان دليل مصور على جزء من الواقعة نفسها. بعدها تم الوصول لتسوية ما بين الطرفين، وديدي دفع لكيسي مبلغ كبير، وده كان في مقابل ان هي تتنازل عن القضية دي، ولكن ظهور الفيديو خلى القضية ترجع للواجهة من اول وجديد، وفتح باب كبير جدا للنقاش حوالين نفوذ ديدي، وهل الشهرة والمال كان ليهم دور في تأخير ظهور بعض الحقائق أو التعامل في الاتهامات اللي كانت بتتوجه ليه. ومن هنا ابتدت صورة ديدي العامة تظهر للناس بشكل جديد، من واحد من أكبر أسماء عالم الموسيقى والترفيه لشخص بتحاصره الاتهامات والقضايا واللي بتثير جدل كبير وواسع. في يوم 16 سبتمبر سنة 2024 اتجهت قوة من مكتب التحقيقات الفيدرالي ل FBI ودخلوا فتشوا قصر ديدي، وده كان بعد ما صدر ضده اتهامات كتيرة جدا من هيئة محلفين فيدرالية برضه. وفي يوم 2 يوليو سنة 2025 المحكمة الأمريكية أعلنت نتيجة القضية، وتمت إدانته في قضية متهم فيها بنقل أشخاص بغرض ممارسة الدعارة، ولكن تم تبرئته من بعض الاتهامات التانية. ومن وقتها ظهر تفاصيل كتيرة قوي من التحقيقات خلت القضية تاخد صدى ضخم جدا في الإعلام. في وقت ما كان بيفتشوا القصر بتاعه لقوا أكتر من 1000 عبوة من زيت الأطفال اللي هو البيبي جونسون، ولقوا كمان ملعب صابوني كبير جدا جوه القصر عشان يتزحلق فيه هو وأصحابه بطريقة مخلة. وانتشر وقتها تقارير بتقول إن كان جوه القصر فيه مساحة مجهزة لاستخدام كميات كبيرة من الزيت في حفلات خاصة. ولما اتسأل محامي ديدي عن وجود الكميات الضخمة دي رد بطريقة خلت ناس كتيرة تسخر منه وقال معرفش، يمكن كان في فرع الكوسكو قريب واشترى الكمية دي كلها منه. ولكن بعدها شركة كوسكو نفسها طلعت بتصريح ونفت الرواية دي وقالت إنها أصلا ما بتبيعش النوع ده من الزيت. برضه في خلال تفتيش القصر اتقال إن المحققين لقوا كاميرات مراقبة وأجهزة تسجيل متوزعة في أجزاء مختلفة من القصر، وبعضها كان في أماكن خاصة ومختفية، وده زود الشكوك حوالين الممارسات اللي كانت بتحصل جوه القصر وخلى القضية تاخد أبعاد أكبر مع استمرار التحقيق. ديدي كان معروف من سنين بحفلاته الضخمة جدا اللي كان بيتصرف فيها مبالغ خيالية، سواء حفلات مرتبطة بشغله كفنان أو مناسبات خاصة لعالم المشاهير. الحفلات بتاعته دايما كانت محط أنظار، خصوصا حفلات اسمها وايت بارتي وحفلات أعياد الميلاد ورأس السنة، واللي كان بيحضرها عدد كبير من نجوم الفن والموضة. ومن بين المشاهير اللي ظهروا في صور أو تقارير مرتبطة بالمناسبات دي كان بيونسي وجاي لو وكيني ويست ونعومي كامبل. ولكن بمجرد حضور أي شخص الحفلات دي مش معناه بالضرورة إنه كان عارف الممارسات اللي كانت بتحصل جوه القصر أو متورط في أي حاجة غير قانونية، ودي نقطة مهمة لازم كلنا نعرفها. ومع انتشار القضية دي بدأ ناس كتيرة يرجعوا يبصوا على حفلات ديدي القديمة وحاولوا يفهموا إيه اللي كان بيحصل بعيد عن الكاميرات والأضواء. حفلات ديدي كانت دايما محط جدل كبير زي كتير من حفلات المشاهير اللي اتقال عنها إنها دايما كانت بتكون مليانة مظاهر مبالغ فيها وأجواء صاخبة. ومع ظهور القضايا والاتهامات الأخيرة بدأت تفاصيل كتيرة عن طبيعة المناسبات دي تظهر للإعلام، وخلت الناس تطرح هنا أسئلة كتيرة حوالين اللي كان بيحصل بعيد عن الأضواء. اتكلمت بعض الشهادات والتقارير عن وجود أجواء فيها تعاطي مخدرات، وكمان ظهر ادعاءات عن وجود قاصرين في الحفلات دي، والأمور دي كلها كانت جزء من التحقيقات والاتهامات الموجهة ضده. وبحسب روايات كتيرة ومتداولة بعض الحفلات الخاصة كانت بتتعمل وراء أبواب مغلقة
وظهر عنها حكايات كتير، ولكن جزء كبير جدا منها فضل في إطار الشائعات. أما بالنسبة لجاستن بيبر فبعد انتشار أخبار القضية رجع ناس كتيرة جدا تتكلم عن ظهوره القديم مع ديدي وعن بعض التصريحات بتاعته والمواقف بتاعته معاه. جاستن نشر في فترات مختلفة رسائل ومقاطع عن صعوبات مر بيها في حياته وعن رغبته في حماية عيلته وإن هو يربي ابنه في بيئة بعيدة عن الضغوط اللي كان بيعيشها وهو صغير. ولكن لحد دلوقتي مفيش أي تصريح أو اعتراف بيقول إن جاستن بيبر كان ضحية لديدي، وأي ربط مباشر بينه وبين الجرائم المنسوبة لديدي هيفضل بس مجرد تكهنات بين الناس ومش حقيقة مؤكدة. مع استمرار القضية دي فضل اسم ديدي مربوط بكتير من الأسئلة والنقاشات حوالين الشهرة والنفوذ وإيه اللي بيحصل في كواليس عالم المشاهير. في شهر أكتوبر سنة 2025 أخيرا صدر الحكم على ديدي لمدة 50 شهر، يعني حوالي 4 سنين وشهرين، بالإضافة لغرامة قيمتها $500,000 و5 سنين تحت المراقبة بعد خروجه من السجن. المتوقع أنه كان يفضل في السجن لحد مايو 2028، ده بحساب الفترة اللي قضاها على ذمة القضية. في الوقت اللي احنا فيه ده ديدي بيقضي فترة العقوبة بتاعته في سجن في ولاية نيو جيرسي، وده بعد ما تم إدانته في قضايا مرتبطة بالدعارة، وبيتقال انه بيرفض ياكل اي اكل بتقدم له جوه السجن، لان في ناس كتيرة حسب اللي بيتقال عايزين يخلصوا من ديدي وعايزينه يسكت للأبد. فاكرين قصة إبستين وموته اللي اتقال انها كانت بالخطأ، او على الاقل ده اللي بيتقال ان هي دي الحقيقة اللي حصلت؟ انا كمان متوقع ان هم ممكن يخلصوا من ديدي بسرعة زي ما حصل مع إبستين. ولكن المفاجأة اللي هي صدق أو لا تصدق، ديدي عايش أحسن أيام حياته جوه السجن، وبيتقال كمان إنه بيدفع فلوس لبعض المساجين عشان يحضروا له الأكل بتاعه وينظفوا له هدوم، لدرجة إن بعض الناس بيقولوا إن المساجين اتحولوا لعبيد ليه هناك. الراجل ده شكله مستمتع هناك بحياته جدا، ولكن ضحاياه ما زالوا عايشين في غضب وحزن، وخبر الإفراج عنه كان صدمة لناس كتير. حتى أنا في الأول ما كنتش مصدق الكلام ده، ولكن لازم نفرق ما بين الأخبار المؤكدة والكلام اللي بيتقال والشائعات، لان في كتير من الشائعات بتنتشر بس وقت القضايا الكبيره. وفي ناس كتير على الانترنت بتربط ما بين ديدي وجاي زي، وبتقول ان جاي زي شبهه بالظبط وانه بيعرف يهرب من اي اتهام واي جريمه بتتوجه له. وفي ادعاءات كمان بتقول انه بيدير شبكه دعاره كبيره، وان شخصيه جاي زي في لعبه جاتا سان اندرياس مستوحاه منه، وكمان ان ديدي كان معاه فيديوهات وتسجيلات حساسه. ولكن كل الادعاءات دي معلهاش اي ادله مؤكده، وما ينفعش نتعامل معاها على انها حقائق. في النهايه يا عزيزي المشاهد، سواء اتفقنا او اختلفنا، القضايا دي بتخلينا نفكر قد ايه الفساد واستغلال النفوذ ممكن يبقوا موجودين في بعض الاماكن حوالينا، وقد ايه مهم ان احنا نعتمد على الحقائق والادله قبل ما نكون راي عنها. في الاخر قصه ديدي بتفضل واحده من اكتر القصص المثيره للجدل في عالم الموسيقى والترفيه، وبتخلينا نسال عن الجانب المظلم من الشهره والسلطه، وعن اهميه ان الحقائق لازم تكون مبنيه على الادله والمحاكم، مش بس على الشائعات والكلام اللي احنا بنسمعه على الانترنت. بس كده عزيزي المشاهد، لو وصلت لحد هنا معنى كده ان انت محقق جنائي كبير بتهتم تعرف تفاصيل كل قضية. أنا وأسرة البرنامج مهتمين نعرف رأيك في القضية دي. دلوقتي أنت كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية، وسيب لنا رأيك في كومنت عن الحلقة دي. أو لو حابب تقترح لينا قصة معينة وحابب إننا نتكلم عنها، سيب لنا تعليق عنها في كومنت. شكرا ليكم والسلام عليكم.